الحكاية بدأت معايا بحادثة راح فيها أبويا وأمي، واتكتب لي إني عايش في عالم عبارة عن 4 حيطان، مستني اللحظة اللي هخرج فيها من سجن اتحكم عليا أكون فيه من غير أي اختيار. لما قابلت فلسطيني حسيت إن ربنا بعت لي أخ يكون ليا ظهر وسند. كبرنا بس دايما كنا مع بعض لحد ما شفتها في يوم. ساعتها كنت بتمنى اني مرجعش الملجأ، كنت بتمنى افضل معاها. بعدها بقيت احاول اخرج من الملجأ باي طريقة عشان بس اشوفها، وجي اليوم اللي كنت بستناه وخايف منه. ولا يوسف، احنا خارجين بكره. تعالى باشا، تعالى خش حسام. طيب يا رياسة، تعالى بشوية. نضف يا ابني العربية دي كويس، ولو حصل لها حاجة هزعلك. رقبتك يا رياسة. رقبتك يا ابني، تمن الكاوتش ده بتمن رقبتك. عجبك اللي احنا فيه ده؟ مش قلت لك ندور على شغلانه نضيفه؟ ايه يا سيادة الوزير، انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ ما احنا لفينا وما لقيناش. يا ابني انا ممكن اشتغل بشهادتي. شهادتك دي تلفها وتحطها ولا بلاش؟ قصة الحب الفاشل اللي انت ماشي فيها دي هتسوحك، واهلها لو عرفوا هيزعلوك بالجامد قوي، والبت اول واحده هتبيعك. اسمع مني انا الكلام ده، قوم ركن الراجل ده، قوم ارجع يا باشا، كله شمال وارجع. بس حلو قوي كده، 100 100 يا ريس. يوسف، يا عم فلسطيني، سيف راكب جيب وانت قاعد بتأذى ليه؟ هو الاكل هنا بكام؟ ما تقلقش، انا اللي هحاسب. باشا يعني. وانتوا كمان في ايديكم ان انتوا تكونوا بشوات. ازاي يا سيف؟ اكيد اللي في دماغك يا يوسف. ملناش فيه. لا لينا. لما الجوع بجد هيبقى ليك. بص يا يوسف، انا لما هربت من الملجأ زمان كنت بفكر زيك كده، بس اكتشفت ان انا هربت من سجن صغير على سجن اكبر بكتير. السجن ده بقى اللي بيحكمه حاجة واحدة، الفلوس. مش فارقة بقى يمين من شمال، اهم حاجة الفلوس. يلا بينا فلسطين. استنى بس يا يوسف تسمع منه. يوسف، عايز تمشي يمين هساعدك، بس هتلف وتلف ترجع لي، وهتطلب مني اشغلك معايا. انا جايبك هنا وصارف ومكلف عشان اقول لك خبر حلو. ايه هو بقى الخبر؟ انا لقيت شغلانه نضيفه وبشهادتي كمان. مش مهم الشغل ده نضيف ولا مش نضيف، المهم قولي هو مرتبه كام؟ يا بنت انت وش فار اللي بقول لك شغلانه نضيفه، مرتبها 3000 جنيه. هيعملوا ايه ال 3000 جنيه؟ ما تنساش ان انت لسه هتتصرف تجيب لي شقه وكمان تيجي تتقدم لي. ست كل حاجه على ربنا. يا سلام يا سي يوسف، كل اللي طلبه من الدنيا هنشوف. بصوا يا شباب، انتوا من اشطر الجرسونات اللي عندي في المكان، بس مستر محمد عرف انكم ولاد ملك. بصوا انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، بس عشان شكل المكان والشكل العام. شكل المكان يا اخي، يحرق شكل المكان على المكان نفسه. يلا عم يوسف. سارة، انا سبت الشغل. يعني كمان سبت الشغل؟ انا مش عايزه اكمل يا يوسف. يعني ايه؟ يعني خلاص كل شيء اسمه ونصيب، وانا جايلي عريس غني وهيريحني وهوافق عليه. وانا وانت ايه بقى؟ ربنا يوفقك مع غيرك.
بس انا مش عايز من الدنيا غيرك. ولما نتجوز يا يوسف هتعيشني بايه؟ بالحب اللي احنا عايشين فيه. انساني يا يوسف، ما تنساش انت كنت صعبان عليا، انت ابن ملجأ. انا عارف انت حاسس بايه، بس انت لازم تفوق من اللي انت فيه. ما بحبش اشوف شكلك كده. طب اقول لك على حاجه، تعالى ننزل ندور على شغل تاني، وانا هكلمها لك وارجع لك كل حاجه احسن من الاول. طب اقول لك، انا هاكل لك عرسه ده حته علقه، وهقطع لك رجله من هناك، وهخليها ترجع لك. حدوته خلصت. طب وناوي عليا يا صاحبي؟ هنمشي زيه. انا قلبي مات ملعون ابو الحب على ابو الذكريات، يلا بلوكات ده اللي افتكرته سالك فيك وكان بتاع حوارات، واللي خلق الخلق بكره تعرفوا امتى وهتحسوا بالفرق، وعلى الملا انتم صحاب الغابه بتستاهل الحارق. ميل وسجين يا واد عمي، ميل وسجين. وقف وقف يا جدعان، انت رايح فين؟ فاكرها وكاله من غير بواب يعني؟ داخل ليوسف. وتطلع مين انت عشان تخش ليوسف بيه؟ قول له سيف بره. كده انت وصل لك فلوس البضاعة كاملة. انت معانا في المصلحة الجاية ولا لا؟ لا، خليني انا في مقلة وزنه وغلى تمنه. ايه ده؟ هو البروفيسور شكله خايف ولا ايه؟ لا وحياتك البروفيسور مش خايف، انا بفكر مش بتغاشم. انتوا عيال غشيمة، والعملية دي شكلها تكون نهايتكم. مش هتفرق. اتفضل. استاذ يوسف، حضرتك انا جبت مراتي عشان تنزل الشغل زي ما طلبت من حضرتك. طيب علي، نزلها الحمامات والمطبخ لحد ما نشوف شغلها، وبعد كده نحدد لها المرتب اللي هي عايزاه. هنحط لها مرتب اولي 3000 جنيه، وده مبلغ كويس. بعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. تمام يا مستر يوسف. ما ترجعليش من يوم ما بعدتي عني وانت ما تلزمنيش، ما كسبتنيش كذا مرة قلتلك امسكي فيا وما تسيبنيش، كلمة هقولها لك فعلا زمان انا كنت قادر اموت عشاني، لكن افعالك خلتني كاره ان اشوف حتى خيالي. عايز تقول ايه؟ بلاش يا يوسف، بلاش ايه؟ احنا لو معانا فلوس كتير قوي تكفينا طول العمر. بص يا فلسطيني، الدنيا دي عشان تعيش فيها لازم تكون كبير، والكبير مش كبير سن ولا كبير مقام، الكبير كبير بفلوسه، وانا قررت ان اكون اكبر حد فيها. تمام، يبقى تسيبني اروح استلم العملية دي. لا، انا قلت اللي عندي يا يوسف، لو عايز نفضل نكمل مع بعض يبقى تسيبني اروح استلم العملية دي. الكلام خلص. اهدي يا لوجي، مش فاضيلك. فينك ياض يا يوسف؟ يا عم رد. اياض بقول لك ايه يا عم، تسليم بضاعتي وتأمين فكك. انا جايب بنتين يحلوا من على حبل المشنقة،
مين؟ بوسي وسوزي. واحدة هتدلعنا وواحدة هتفرفشنا. انجز بقى وتعالى. عايز اعيش من غير ما غيبة، كل يوم عامل حكاية، كل ليلة انا ببقى مذنب، بصحى اقوم عامل كده يا اصلي عايش جوا مدمع، مش هكون انا الذبيح، وشكلي مش ناوي استريح، مش عايز من ناس نصيحة. انت بقى يوسف اللي بيقولوا عليه؟ لا ده انا سمعت حاجات كتير قوي، حاجات جامدة قوي. سمعتي؟ ولسه هتشوف. طب ما يلا بينا. هما دول السبب في ألامي، والعمر مالكوش جميلة، أنا فيكم حرامي، لما ساعدت كله شمر، أنا واحدة معاك يا أخويا، لما القرش قال إحنا طالعين أبونا. يوسف نصمت البضاعة طلع على البيت. وإيديك ناعمة، قلبي قبلك كان حزين تفكيره أعمى، انت اللي زيك اكتشاف وانا بيكي أولى من غير مزاولة، انت دايما تكسبيني في أي جولة، عايزة فرق الدنيا دي، انا مش ذنبي اني مش شايفك. غدروا بيا، بس اخوك صايع خلصت على نصه وخلعت له البضاعة. بس كده انا خلاص. ها انا هموت. احنا هنفضل في ظهر بعض. قوم خلصت يا صاحبي. انا زعلان من الموت. انا بس زعلان ان انا هبقى ربنا كده. تقدر سامحني؟ هما فلسطيني. هاتولي العيال دي حتى لو من تحت الأرض. فين البضاعة؟ أستاذ سيف بعت لك الأوراق دي بطاقة وباسبور باسم جديد، وبالنسبة للفلوس اللي حضرتك طلبت إنها تتوزع على الأيتام فهي في التقييد. أما بالنسبة للي حصل في يوم الحادثة فكل حاجة اختفت، مفيش أي دليل على أي حاجة. عايز اعرف مكان فلسطيني. أنا اليتيم في زمن غشيم، الاسم يوسف عايش وحيد، أبويا وأمي راحوا سابوني في الحياة لوحدي فاتوني بعتيني ونسيتي خيري، سبتيني ورحتي لغيري، جاياني بأمارة ايه؟ انسيني رجعلي ليه؟ سامحني يا صاحبي يا ريت كنت انا، وجعت قلبي قوي وربنا، من يوم فراقك هعيش حزين، ومن يوم غيابك بقيت ماشي مين. حقك رجع لك يا صاحبي،
وحتى فلوس الحرام راحت لمكانها الصح. يا رب تسامحني، انا كنت السبب في كل اللي حصل لك، بس كان غصب عني. الدنيا دي وحشة اوي، بناكل في بعض، بندوس على بعض، كله بالفلوس والمناصب والاسامي. انا كنت بحلم اعيشها بالحلال بس معرفتش. بس وعد مني طول ما فيها نفس هفضل احاول ما يكونش في حد شبهنا تاني. احبك يا صاحبي.